السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم ياسين سبورتس. فيديو اليوم سيكون بعنوان: هذه مجموعة المنتخب المغربي في تصفيات إفريقيا 2025. أوقعت قرعة تصفيات كأس إفريقيا المغرب 2025 التي سحبت يوم الخميس بجوهانسبورغ المنتخب المغربي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب الغابون وإفريقيا الوسطى ومنتخب ليسوتو. وستنطلق التصفيات في شتنبر المقبل لتستقر عن تأهل 23 منتخبا ستنضم إلى المنتخب المغربي الذي ضمن تأهله باعتباره منتخب البلد المضيف، ويشارك في التصفيات بصفة شكلية حفاظا على تنافسيته في المباريات الرسمية. وفيما يلي نتائج سحب قرعة تصفيات كأس إفريقيا المغرب 2025. المجموعة 1: تونس، مدغشقر، جزر القمر ومنتخب غامبيا. المجموعة الثانية: المغرب، الغابون، جمهورية إفريقيا الوسطى ومنتخب ليسوتو. المجموعة الثالثة: مصر، الرأس الأخضر، موريتانيا وبوتسوانا. المجموعة الرابعة: نيجيريا، البنين ومنتخب ليبيا ومنتخب رواندا. المجموعة الخامسة: منتخب الجزائر، غينيا الاستوائية والطوغو وليبيريا. المجموعة السادسة: غانا، أنغولا، السودان والنيجر. المجموعة السابعة: كوت ديفوار، زامبيا، سيراليون ومنتخب تشاد. المجموعة الثامنة: الكونغو الديمقراطية، غينيا، تنزانيا ومنتخب إثيوبيا. المجموعة التاسعة: مالي، موزمبيق، غينيا بيساو وإستواني. المجموعة العاشرة: الكاميرون، ناميبيا، منتخب كينيا ومنتخب زيمبابوي. المجموعة 11: جنوب إفريقيا، أوغندا، الكونغو وجنوب السودان. المجموعة 12: السنغال، بوركينا فاسو، مالاوي وبوروندي. وتجدر الإشارة إلى أن نهائيات كأس إفريقيا المغرب 2025 ستجري خلال الفترة ما بين 21 دجنبر 2025 و18 يناير 2026. شكرا لكم على المشاهدة والدعم. لا تنسوا الاشتراك في الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلكم دائما الجديد. إلى اللقاء.